احنا يا جماعة الخير ادينا مهلة لأهلنا في الكويت أسبوع، على أساس إن هم يعتذروا عن الاحتجاج الرسمي المسيء للأدب اللي قدموه المبني على معلومات مزيفة، وتصحيحا بس لبعض الأمور. أحب أوضح الآتي: واحد، أهل الكويت المحترمين الكرام، شعب وقيادة وحكومة فوق رأسي وفي قلبي. أما قلالات الأدب تحت حذائي وشبشبي، أيا كان هو مين. خلاص؟ إذا كان حد هيزعل إن أنا زعلان على بلدي وإساءتهم المتكررة لبلدي وناسها، وعيل عبيط ينط بلدي ويعمل فيها الكسب غير المشروع، والجو اللي انتوا فاهمينه ده، والاصوات اللي طالعه، والعيال الحمضانه البدون، والعيال اللي واخد بالك ما لهمش دعوه دول بالكويت، خلي بالك. انما مشكله الكويت ان هم مقيمين على ارضها. فاذا كنت انت مش عاوزني ازعل على بلدي واهلها من قله الادب دي، فانا عايز اقول لك انا مش زيك، في فرق كبير بيني وبينك. واولى بيك بدل ما تزعل انك تلم الزباله اللي عندك، تقول لهم مالكوش دعوه بمصر عشان مصر دي ماما، واللي بيغلط في ماما يبقى قليل الادب وهنمده على رجليه. صح؟ انت الكبير بقى، او ما نسكت. انما تقول لي وترهبني وانتوا ما انا عايز حد يقدم بطاقه فيها ذكر عشان اعرف انا بتكلم مع مين مبدئيا كده. الكبير يتصرف تصرفات كبيره. انا راجل كبير وقلت لكم انا بمهلكم اسبوع بعيدا عن، انا مش علاقه بالدوله ولا بالرئيس وشأنه والحكومه وشأنها والدوله وشأنها، انا مش في الدوله، مش موظف. انا مواطن ليا رايي هقوله لاي حد. موضوع ببساطه شديده، الناس اللي بتغلط فينا عندكم لموهم والسلام عليكم ورحمه الله. اتنين، انتوا احتجيتوا عند السلطات المصريه احتجاج غير بتاع الدخان، فاكرينه لما جبت وزير الداخليه؟ ما وزير الداخليه جاب البعثه الدبلوماسيه المصريه ويعمل لها كده ويقول لها الحزم والحسم، فاكرين ولا افكركم اعيد نشر الفيديوهات؟ مفيش داعي. انا حريص ان ما يبقاش في زعل بيني وبين اي حد في الكويت، انما اذا كان الاحترام مش خط فاصل فلتستمتعوا بالقادم. اما اذا كان الاحترام خط فاصل انا اولكم. انما كل شويه يطلع لنا عيل من عندكم يقل ادبه، قبل كده قلت ادبكم على الرئيس سيسي وعلى الرئيس سادات وعلى الرئيس مبارك، وعيل عندكم ملوش 30 لازمه اسمه الله ناصر ولا مأزوم العبيط ده، وغيره وغيره وغيره. إيه احنا بقى طلع من عندنا حد جه ناحيتكم؟ مفيش. بنطلع نرد وهنرد وهنوجع. فالقصه باختصار، لموا اللي عندكم واعتبروا نفسكم ما شفتنيش. اما قسما بالله 7 ايام وساعه وهبدا اللي انا وعدت بيه. انتوا بقى كبار واكبر مني، لموا المعيز اللي عندكم. الا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. والعبيط اللي اسمه عادل ده اللي نزل عمل فيها بتاع الكسب غير المشروع، لو انت راجل واللي في وشك شنب انزل مصر بس كلمني عشان اقابلك. لو انت راجل، اصل الولد العبيط ابو شنب حواجب كحل ده ولا اسمه ايه اللي بتعملوه في قال لك ايه؟ انا جاي لكم تاني، تعالى يا ولد، بس لو ذكر ابعت لي على الانبوكس قول لي انا عادل وجاي يوم كذا الساعه كذا، وتليفوني اهو، وانا هحلق شعري زلبطه لو ما رحلتكش بلدك في القيد الحديدي. قانون. انا ماليش، انا خلي بالك انا راجل كبير ومركزي كبير، ماليش في شغل الحريم بتاعك ده، بس خلي عندك ذره رجوله وقول انا نازل مصر. مش انت هددت وجاي؟ طيب عرفني بقى عشان اتعامل معاك قانوني. امال ايه؟ امال هتركب كده وتتمشى تروح اسيوط؟ انت رحت اسيوط ياض ولا رحت فين؟ انت رحت اسيوط؟ انت لو دخلت اسيوط من بابها، الصعايده في الكويت كانوا ما هو هنعمل ايه بقى؟ عالم ملهاش 30 جز لازمه ما تقلعاش من شبشبك. طب ايه اللي يزعل؟ اللي يزعل ان الكبار يسيبوا ده.
اقف عندك، دي علاقات بين دول. انا حد بقى يجي يقول له اقف عندك، اقول له اقف انت عندك وهات لي حقي. خلاص احنا صغننين، يطلع الكبار. ايام موضوع البت اللي اسمها ريم الشمري دي، طلع اخو الشيخ الصباح بنفسه اعتذر، وقلت لهم مش هسيبكوا الا لما البت تتحبس وتعيط وتعتذر. اقسم بالله العظيم، فيديوهات موجوده، ارجعوا شويه كده هتستقنيصوا قوي. واتقبض عليها بعد ما بلغوني وانا قاعد على البث كده، قلت لهم وانا معاكم كده بيقبضوا عليها. والله، فجالي بلاوي سودة ايامها ما رضيتش انشرها حرصا على العلاقات بين الشعبين. انما اللي هيقل ادبه علينا هنحكي بقى وهنقول كلام صعب مش هيتمسح، وانا حريص ان ده ما يحصلش. فخلينا نحترم بعض ونختار الاحترام عن اي شيء اخر. انا قد بلغت، اللهم فاشهد بقى.